بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم كامل في قناتكم. اليوم جايبين لكم طبق ما يتعوضش، طبق يجمع العائلة ويعمر الدار بالريحة الزينة. اليوم وصفة الكسكس الجزائري التقليدي بنكهته الأصلية وطريقته المتوارثة من جداتنا. طبق حاضر في كل جمعة، في مناسباتنا، في أعراسنا، في كل ما فيها البركة. وخليكم معنا للآخر، وما تنساوش ديروا لايك وشير وسبسكرايب وتعلقونا، ونتلاقاو من بعد في كيفية التحضير والمقادير. بسم الله. نجيبوا الكوكوطة تاعنا، نحطوا فيها قطع من الدجاج على حسب عدد أفراد العائلة، مغسول ومنظف. هنايا عندي حبة بصلة وزوج حبات طماطم و4 سنات ثوم مرحيين مع بعضاهم. نضيفوا الحمص مشمخ من قبل، نتبلو بالملح حسب الذوق، الفلفل الأسود، رشة خفيفة كركم، زنجبيل، فلفل أحمر حار، الحار كل واحد وش يفضل، اللي يشتي الحار يكثر، اللي ما يشتيش ما يكثرش. نديروا راس الحانوت، كما راكم تشاهدوا المغرفة ماهيش معمرة. كزبر، والطماطم المصبرة مغرفة ونص، مغرفة كبيرة ونص. والسكر باه ينقصنا الحموضة تاع الطماطم. وحوالي 3 إلى 4 مغارف كبار زيت. هكا كما راكم تشوفوا، نهزوها ونحطوها على نار تتقلى، نار هادية تتقلى بعقلها. نروحوا البربوشة ولا الكسكس، حنا في الشرق نقولوا بربوشة. نجيب صحن ولا قصعة نفرغ فيها البربوشة، هنا نرفعها باه نغسلها. بعد ما نغسلوها نخليوها تشيح مليح كما راكم تشوفوا، ونضيفوا لها الملح والزيت، ونديروها تفور الفوره الاولى. انا ضفت لها الزيت، والملح، ونحركوهم مع بعضهم ونديوها تفور الفوره الاولى.
هنا نهزها ونديها تفور. نرجع للكوكوطه تاعي بعد ما تقلات شويه، نحركها ونردوها تكمل تقلى في عقلها. بعد ما تكون طفارت البربوشه نجيبوها نرشوا لها الماء ونخليوها تزيد تشرب. هنا بعد ما فارت الفوره الاولى نجبدها ونرشها بالماء ونخليها تتشرب. نحركوها ونخليوها تشرب في عقلها. هنايا بعد ما تشربت لي نزيد نفورها الفوره الثانيه. نرجعوا الكوكوطه بعد ما تقلى الدجاج مع التوابل مليح، بهذا الشكل. نمرق بحوالي إطر ونص تاع ماء سخون. إطر ونص لإطرتين على حسب واش طيبتوها باللحم ولا بالدجاج. نحركوها ونضيف الخضره. الخضره اللي درت بطاطا ودرت جريوات وسناريه، وانتم كل واحد وذوقوا واش بغيتوا ديروا. هكا ونحطوا قرن فلفل حار، نقفل عليها ونديها تكمل الخضره والدجاج والحمص الطياب تاعهم. هنايا بعد ما فارت لي البربوشه الفوره الثانيه بهذا الشكل، بعد ما فارت البربوشه تاعنا الفوره الاخرى، اللي يحب يدهنها بالزبده يدهن واللي ما يحبش يخليها. وهنايا نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا، نهايه الوصفه تاع اليوم، كسكس جزائري تقليدي بنكهه الدار ولمسه الاصاله. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وجربوها في دياركم، وما تنساوش تخلونا رايكم في التعليقات. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تتقدم هكا في الصحونه التقليديين تاعنا تاع الجزائر، وجربوها وبصحتكم وشهية طيبة للجميع، وسلام.